الزمالك يحصل على توقيع ارون بوبنزا وكمان البطاقه الدوليه جت واللاعب هيلعب في السوبر الافريقي. هو انتوا يا جدعان هتلعبونا بخط هجوم عامل كده ليه؟ انا تقريبا خط الهجوم ده ما شفتوش من التسعينات، ايام ما كانوا رونالدينهو وميسي وصامويل ايتو في برشلونه. يعني انت دلوقتي هتلاعبنا بزيزو وارون بوبنزا والمهاجم الصراحه هيكون عمر فرج؟ يا جدعان ارحمونا ارحمونا يا جدعان، احنا مش قدكم. الزمالك دلوقتي جاب عمر فرج وجاب ارون بوبنزا ومش عارف مرتباتهم هيدفعها ازاي، تقريبا هياخدوها من المحكمه الرياضيه زي ما احنا متوقعين وهيوقفوا من القيد تاني، ولكن هينفعوهم في كام شهر هيلعبوا فيهم. ولكن الاثنين دول عارف انت محسسينك ان هم جابوا كريستيانو رونالدو وميسي الاثنين في نفس الوقت، يعني ما يعرفوش ان الاثنين دول هيلعبوا قدام اشرف داري المداري، وهيلعبوا قدام يوسف ايمن، وهيبقى قدامهم في خط الوسط ديفندر عالمي، قدامهم بن رمضان، مروان عطيه، قدامهم في خط الهجوم ده، يعني انت فاهمني. وعلى الاطراف طبعا هنا عمر كمال، وهنا هتلاقي يحيى عطيه الله. فاللي خايف يا جدعان ان الزمالك ممكن يعمل حاجه مع الاهلي بلح طرح. اللعيبه ديت اصلا جايه، عمر فرج بس اللي كويس، ولكن ارون بوبنزا ده متالق في المشاكل. يعني هو مثلا ممكن شهرين وهتلاقيه بره الزمالك، لانه اصلا قعد في 3 سنين راح تقريبا بتاع 5 6 فرق، لانه كل شويه بيعمل مشاكل في اوضه اللبس. الواد ده بتاع مشاكل، يعني تحس ان هو هولاكو في نفسه كده، ممكن يضرب زيزو، ولو ضرب زيزو ممكن نقفل نادي الزمالك عادي جدا. ده زيزو يا جدع احسن لاعب في مصر، الحصل على جائزه البيلين دور من مش عارف منين الصراحه، ما لسه ما اخترعوش حاجه هو يحصل عليها منها الجائزه دي. ولكن ارون بوبنزا لاعب قوي، ولكن لاعب يفتعل المشاكل، وفي نفس الوقت مش هيطول مع الزمالك الا لو هم بيحبوا المشاكل وبيحبوا ياخدوا على دماغهم. فهو لو اداهم على دماغهم ووافقوا خلاص هيبقى هيكمل، ولكن لو اداهم على دماغهم وروحوا الرجوله والنخوه نشعت فيهم هيمشي بره النادي. ولكن في الاول وفي الاخر الاهلي، خط دفاع الاهلي هيقابل خط هجوم على اعلى مستوى. بس انا من وجهه نظري المتواضعه الزمالك كتوتال ما عندوش مستوى. يا عم هات مستوى عشان نلعب سوا.